الخير، مرحبا بكم فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم نشارك معكم الكرواسون بطريقة جديدة كتجي بنينة وكتجي سهلة في التحضير. تبعوا الطريقة. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا قناتي، قناة جرب الوصفة، مرحبا بكم في قناتكم. ما تنسوش تشجعوني باللايك ديالكم باش هكا الفيديو يطلع للناس اخرين. كنحتاج 3 كؤوس ديال دقيق. هنا انا استعملت دقيق عادي فرينة، ماشي الدقيق اللي خاص بالحلويات. وكنحتاج كأس ديال سنيدة وملعقه كبيره ديال خميره الخبز وستاشيه وحده ديال الفاني. خلط هكايا هاد النواشف والماء دافي. غنزيد 3 كؤوس. نخلط هكايا جميع المكونات جيدا حتى كنتحصلوا على الخليط بحال الخليط ديال الكيك. نخليه واحد 15 دقيقه حتى يخمر. هنا المرحله الثانيه كنحتاج 2 بيضات، كأس ديال الزيت، وكنزيد معلقه كبيره ديال حبات حلاوه تكون مطحونه. هذه اختياري، اللي ما بغاتش ديرها ما ديرهاش. وكنزيد 3 ملاعق كبيره ديال النافع مطحون، ما يكونش مطحون بزاف، يكون بين وبين. وكنزيد الملحه. وهنا عندي الخليط بعد ما خمر. كنضيفوا على هذا الخليط ديال النافع وغنزيد واحد الخميره ديال الحلويات 8 غرام. نحاول هكايا نخلط. وغنزيد دقيق، غنزيد واحد كاس هكايا. دابا زدت هكايا 3 د الكؤوس. نجمع العجينه ونشوف واش غيخصني مازال ولا بركه. بسم الله. هنا المجموع ديال الدقيق 5 كؤوس ديال الدقيق. وهنايا بعد ما جمعت هكايا العجينه، دابا غنضيف ليها الزبده. غنضيف هكايا ملعقه كبيره تكون عامره، ونعاود نعجن العجينه فيها الزبده جيدا. وهنا بعد ما جمعت هكايا العجينه، بعد ما لبستها الزبده كتولي على هذا الشكل، كتولي رطبه. دابا نغطي عليها حتى تخمر ثاني مره. وهنا بعد ما خمرت العجينه ثاني مره غنقطعها. وهنا خديت هكايا 2 الكويرات ديال العجين، كل وحده غنقسمها على النص. نحاول نشرحهم بهذا الشكل. هكايا ندير شويه دقيق، ندير هكايا شويه ديال الدقيق، هكذا الجوانب. وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل هذه العجينه. وهنايا بعد ما سرحت العجينه بهذا الشكل، كنقد 2 هنايا و2 هنايا. وهنا عندي ابيض اصفر بيضه. هنا كندهن واحد العجينه والثانيه ما كندهنهاش. ودابا غندهن العجينه الثانيه. ودابا غندير هكايا الزنجلان، كنكثر الزنجلان
وهنا غنلصق هكايا العجينه، وغنقرب هادي شويه يكونوا متقاربين، وغنلصق هكايا هاد جوج جوايه. ودابا العجينه غنشكلها على العكس، غنجيب هنا اليمين ونجيب هنا اليسار. كيف فقط البنات ما تنسوش تشاركوا في قناه جرب الوصفه. قناه جرب الوصفه دائما مهمه، ديما كنحاول ما امكن نجيب لكم الجديد. هنا بعد ما شكلتها هكايا كنطوي هاد الجوانب، وهنا كنحطها هكايا في الصينيه ديال الفران، وغنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه اللي بقات. بعد ما كملت العجينه غندهنها باصفر البيض، كندهن غير هاد العجينه اللي ما فيهاش زنجلان. وهنا بعد ما دهنت هكايا الكرواسون باصفر البيض غنخليهم حتى يخمروا ونردهم الفران. انا العجينه اللي بقات شكلتها هكايا دوائر ودهنتها باصفر البيض وزنجلان. وهنا بعد ما خمرت الكرواسه دابا غندخلها الفران، نشعليها من الاسفل حتى طيب من الاسفل، عاد نشعليها من الفوق. بعد ما طابت من التحت كنشعليها من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسه بعد ما خرجتها من الفران. صراحه كتجي رطبه وكتجي هكايا منفوخه. نقطع هكايا الكرواسه من الوسط، وهنا عندي الشكلاط ديال الدهن غنعمرها هكايا بالشكلاط. وكنزينها هكايا بقليل من السكر بودره. هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسه، صراحه كتجي بنينه وكنوجدوها هكايا للكوتي، نقدموا معاها اتاي ولا قهوه ولا حليب وبصحه وراحه. وهذه بعد ما طابت حتى هي كتجي روعه. هذه هي وصفه اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنسوش تكتبوا لي تعليق الى عجبتكم الوصفه، والسلام عليكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله، نتمنى يجيكم فيديو خفيف وظريف.